السلام عليكم حبايب القلب، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. طبعا بمناسبة العيد، عيد الفطر المبارك، نهنيكم ونقولكم كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة يا رب، والله يعود عليكم بالخير والبركة. طبعا رجعنا وياكم بفيديو جديد. وقبل لا نبدي الفيديو خلوا لايك واشتراك وتفاعلوا، وان شاء الله نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. طبعا حبايب، هسه جيت للدجاجات على مود انطيهن اكل واشوف شنو وضعهن. فعندنا هاي الدجاجة البارحة عبالي كاركة يعني، فما اعرف بعد، لين رحت ورجعت، رحت جبت اكل شو اسمه، اشتريت اكل وجيت يعني على حالها كاركة على البيض قافة. اكو بيضات 2 مال 3 هناك بذاك الصندوق، فظل عليهم قافة، فحسبالي كاركة قلت بقيها. فعندنا هذا بيض تعرفون اذا تأخر بالتخزين يخرب، يظل ما يشد، يعني نسبة الشد تصير قليلة بيه كلش. فجبت البيضات القديمات، يعني مو الجاي اللي مبيهن هسه جدد، لا القديمات، تقريبا بيهن 8 هيك 7 إلى 10 يعني. فخليتهن جواها، قلت كاركة هاي بعد، وهاي هالجاي يسمعون يعني وجاي يشوفون بعينكم زين. لا كاركة ولا فرد شي، والبيضات بعدهن حتى ما شايلهن، يعني منمس باقيات زين. وما ادري والله شنو الوضعية، ما ادري لحد هسه لا كاركة عندنا دجاجة لا شي. والبيض هذا تدرون ايش قد وصلن؟ يعني هسه العد الضامهن 26 بيضة. هاي القوطية مالتنا 26 بيضة، واللي ذبيتن جواها قلت لكم لو 8، يعني من 8 لل10، يعني اذا 26 يعني 36 بيضة زين. فما اعرف والله شنو الوضع، ما ادري. على العموم ان شاء الله يكركن، تكرك عندنا دجاجة والله كريم زين. طبعا هاي الدجاجة ما بقالها باكر عقبه، يعني هيك 2 3، اي اذا كلش بزايد 3 ايام، في 2 3 ايام ان شاء الله وتفقس اذا بيها تفقيسة يعني. والله البيضات صراحة ما فاحصن، يعني اخر مرة فحصتهم وياكم طلعنا الماشادات قلت لكم، يعني فحصتهم مرتين. مرة اول ما خليناها يعني ورا 5 ايام يمكن هيك 4 ايام، المهم فلقينا شادات، ووراها فحصتهن تقريبا 9 ايام 10 ايام فحصتهن. ولقيت بيهن هم انفجار دموي، فبقى يمكن 10 ما ادري 11 جواها ما ادري والله ما اتذكر. المهم فاذا بيهن تفقيسه ان شاء الله يفقسن بعد 2 3 زين. بالكي الله يفقسن نستفاد من عدها. قلت لكم هي يعني 2 3 ايام تفقس ان شاء الله. وطبعا اكو شغلة ثانية، ما شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. شوفوا زوج عرايس جواهن بياض زين، جواهن بيض، هذا بيضات جواهن. وحدة جبتها وياهن، ما ادري ما واضحة، نشوفون. وحدة جبتها وياهن ووحدة ذبنها هنا عندي من جبتهن. فالجبتها وياهن قلت ما يقفن عليها، العفو كركن هاي الدجاج تكرك. المهم فقلت ما يقفن عليها، لبيتها قلت بلكت يعني. فرجعت العصر جبتهن يعني الجمعة، فرجعت العصر جبتهن الصبح، الجمعة الصبح يعني الساعة تقريبا 10 هيك. فرجعت العصر لقيتهن ما شاء الله يعني ذابات الثانية وقافات عليهم 2. لو ما ذاب الثانية يعني لو بيا 2 ما يقفون عليه. هذا الحمام هيك يعني، بس تبدل مكانه بعد ما يقف على البيض. بس هاي لين بيضة وحدة والثانية ما ذابتها، قفت عليها عادي زين. ما شاء الله، شوف شلون حلوات شكلهن يعني كلش حلو ما شاء الله.
الخط الاول يعني الحمام الحلو هذا الزينة. واكو اثنين احتمال بالليل لو باكر يوصلني يعني من شخص. تمام يعني هن مثل ما تقولون يعني بين هدية، يعني انا ما اعرف والله، لان هو قال لي عندي زوج اذا يفيدنك اخذهن، فانا ما اعرف اذا قال لي هدية واذا قال لي انا اقول له يعني بيش رايتين وهاي، فمن يجيبهن يعني قال لي بالليل امر عليك واجيب لك اياهن. اقول له بيش رايتين، اذا قال لي خذهن هدية يعني من عندي ما اريد فلوس انا، فما شو اسمه ما اريد الكريم. تمام شو اسمه نجيبهن، واذا مثلا قال لي عليهم سعر نشوف يفيدنا ما يفيدنا زين. بس ما اكو احلى من البلاش، البلاش ما ينحاش. ما شاء الله هذا طبعا اكل انا مخليهن زين، صحتهن ما شاء الله. بس انا ما مطلعهن ولا صار يومين يعني من الجمعة اي نمس والله، النمس واليوم ما مطلعهن. بكركين يا معودات كركين. نريد لنا دجاجة تكرك ماكو، شنو الوضعية؟ شوفوهن هاي بس ياكلن ويشربن وهذا هو. وهذا الديك والله يا ولد ما ادري مريض ما اعرف شنو بيه، هذا المخرج ماله يعني ما ادري والله شو اسوي له ما ادري. شوفوا خلنا بلكي ماكو ما اقدر، لازم الزمه واراويكم. على العموم مو مشكلة ان شاء الله ما بي شي. قلت لكم ذنيك البيضات بعدنا ما شايلهن، عوفون هن اصلا خربانات يعني ما يشدن ولو بقن. بس بيض جديد يا ولي جاي بيضا فوق حرامات. شوفوها راحت، شوفوها شوفوا راح تقف عليهن هسه. اللي يقول لك كاركة يعني مو دجاجة جاي تبيض وهاي، اللي يشوفها يقول كاركة والله. هاي هم مس هيجي من ذبيتهن، اول ما ذبيتهن هم هيك وقفت عليهن زين. فانا كيفت يعني شوفوها كيفت من شفتها وقلت هي بعد هاي كاركة. من لقيتها بالبداية لقيتها بيضات وقافة عليهن، فقلت خلنا اشوفها. رحت ورجعت لقيتها قافة. شنو الموضوع ما ادري، ذبيتهن فقفت عليهن وظلت. قلت هاي كاركة. اشو جيت بالليل الوضعية خارطة يا ولد. شوفوها اخذ قدامكم. راح تطلع طلعت. لا مو كان ما تكرك هاي والله لا تكرك زين. على العموم هسه نروح نرجع لكم بالليل. من يجينا الحمامات قلت لكم لو بالليل لو باكر بعد ما اعرف. اذا جني بالليل راح اصور لكم اياهن، واذا اجني باكر هم راح اصور لكم اياهن. شوفوا مساكم الله بالخير حبايبي القلب. تدرون العصر قلت لكم على حمامات عند ولد يعني صديقي، خابرته استوني قال لي ما اقدر اجيبهن هسه لان يمي جماعة وهاي ما ادري شلون. فقال اذا تريد تجي تعال علي واخذهن هسه، لو تريد اجيب لك اياهن باكر. فانا ما راح اروح له، ليش اكذب عليكم واقول لكم اروح له هاي. قلت له ما اقدر اجيك لان تعبان وهاي، اليوم حتى ما طالع من البيت. المهم فقلت له باكر ان شاء الله وجيبهن باكر العصر بالليل عادي شو وقت ما كان. قال هاي هي تمام. قلت له على السعر، قال ما نختلف. تعرفون بعد يعني عرف هو صديقه وهاي فيستحي من هاي السالفة مال الفلوس وغيرها.
والنوب انا شلون احب البلاش، شو ورطك وياي. هسه يشوف الفيديو يقول هذا يدور وياي بلاش. لا يا ولد انا احاول وياي يعني، بس مو يعني حكايتي تنقال. اي فالمهم ان شاء الله باكر يجيبهن ونشوفهن. يعني لو اروح هلا انا باكر العصر، اذا ما جابهن يعني الصبح او هاي فالعصر انا اروح للعصر، لو بالليل اروح هلا اجيبهن من عنده. لان والله دز لي الصور مالتهن، الصور مالتهن حلوات ما شاء الله. زين هسه احنا ليش ما نروح لهسه يا ولد ونجيبهن من عنده وفضت راحت. بس والله يا ولد هي ما بيها حيل اروح اتمشى من هنا تقريبا 10 دقايق، والله ما اقل 10 دقايق، بس ما بيها حيل. عفوها باكر يا ولد، باكر نجيبهن ونشوف الوضعية شنو. وذني شوفوا شلون قافة ما شاء الله. هاي النثير الفحل والله ما ادري، يمكن النثير، اي النثير هذا الفحل. يقرأتني هاي تذكرة. وهاي دجاجتنا انا قلت لكم بعد لها يوم يومين، لا يومين 3 ايام. شنو يوم يومين يعني باكر، اذا يوم يومين باكر تفقس بالليل، اي بعد لها يومين هيك. والله يا ولد هو يرادنا احنا نفحص البيض مالها، اي يرادنا نفحص البيضات مالتها على مود شني نتأكد اكثر. فخلنا هسه اشوف لي بيضة واحدة من عندي. هاي شنو والله عبالي مكسورة، هاي تنكسر بس اجيسها تنكسر. هاي ما تبين عندكم، هسه مبينة بيها كتكوت بس ما تبين عندكم. ليش؟ لان وسخة. ما شاء الله ما شاء الله، شوفوها بيها كتكوت وجاي يتحرك. يعني بعد لها تقريبا يومين 3 هيجي وتجيكم ويص ويص يعني تفقس. زين سحبين جواش مني البيضات ضالات حرمات. هلا ومية هلا بالجايلين ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله يعني كلش حلوات ونظيفات. يعني كان عده انا اشتريتهن من ولد يعني هيك اخفاص، بس كان عده والله يعني منقلكم يعني ماي ما عدهن. قلت له ليش ما تحطين الماي؟ قال والله تو خلص وما ادري شلون. هم ذول اللي يشتغلون على باب الله، يعني اللي يبيعون حمام، يبيعون طيور، يبيعون دجاج، ما يحتنون بيهن. زين ما يحتنون بيهن كلش. يعني يقول لك انا مجرد اخليه بس ارد شو اسمه ابيعه واربح عليه هذا من هذا الباب. والله لا يهتمون ولا لهم علاقة. يجوع يموت يعطش يتمرض هو يبيع، يجيبه يبيعه، مو جنة يعني حتى يعتني بيه، يجيبه على باب الله. على العموم ما نريد نطول عليكم الفيديو اللي هنا، ونقول لكم وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسون اللايك والاشتراك حبايب القلب. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. شوف